السلام عليكم ومرحبا بكم في الحلقة ديال اليوم. قصة ديال اليوم على واحد الطفلة تخطفت من بعد 3 ايام فقط من بعد ما تزادت، ولكن كتاب العائلة ديالها انهم يلقاوها من بعد 17 عام، والطريقة اللي لقاو بها بنتهم كانت غريبة بزاف وكتشبه المعجزة. يلا نبداو. في 1997 في كيب تاون بجنوب افريقيا كانت واحد السيدة سميتها سيليست وراجلها مورني نيرس كيتسناو اول وليد ليهم. وفي 28 ابريل من نفس العام جا النهار اللي كانت كتسناه سيليست بفارغ الصبر، اللي هو نهار الولاده. دخلت للسبيطار وولدات بنيه سماوها زيفاني، ولدات سيزاريان. هادشي اللي خلاها انها تجلس واحد المده اللي طويله شويه في المستشفى، وبطبيعه الحال ما كانش كتوقع داكشي اللي غادي يوقع ليها. حطت بنتها زيفاني في الناموسيه ديال الدراري الصغار اللي كانت حداها ونعسات. منين فاقت لقات ممرضه كتقول لها فين هي بنتك. سيليست جاوبتها وهي مصدومه، ما عرفتش، انا خليتها هنايا. ولكن للاسف البنت ما كانتش. قلبوا السبيطار كامل وما لقاو ليها حتى اثار، وصوناو البوليس. وبالفعل البوليس قلبوا جميع المرافق ديال السبيطار ولكن ما لقاوهاش. ولكن لقاو شي حوايج ظنوا انهم عندهم علاقه باختفائها. صاك ما فيه لا بطاقه لا والو اللي كتدل على انه ديال شي حد. ولقاو واحد المخده طايحه في الممر اللي كيخرج على برا ديال السبيطار، اللي الغرض من داك الممر هو انه يدوزوا فيه العيالات الحاملات لجناح الولاده بسرعه. والمشكل الاكبر هو ان داك الوقت السبيطار ما كانش فيه كاميرات المراقبه. سيليست فاش جاو البوليس يديروا معاها استجواب قالت لهم انها فاش كانت ناعسه حسات بشي حاجه، ولكن ما كانتش واعيه مزيان، بحال هذيك اللي كنقولوا حنايا ما ناعسه ما فايقه. شافت ممرضه واقفه حداها هزه بنتها وكتطبطب عليها وكتقول لها راني هنا، راك عييتي، نعسي ارتاحي. وهكا طمنت سيليست ورجعت نعسات. وكان هذا أسوأ قرار خداتو، ولكن ما كانتش عارفه ان هادشي غادي يوقع لبنتها. البوليس بداو يحققوا مع الممرضات والممرضين كذلك الامهات. وحده من دوك الامهات اللي كانوا في نفس الجناح ديال الولاده قالت واحد الجواب اللي مهم. قالت انها في واحد الوقيته نط باش تقضي شي غرض ديالها، فاش كانت راجعه لقات الممرضه هزه ولدها. قالت ليها شنو تديري؟ جاوبتها الممرضه كنت يبكي وجيت نسكتو. وقالت انني واخا هكاك ديك الممرضه ما ارتحيتش ليها حيت ما عجبتنيش رده الفعل ديالها والطريقه باش هضرات معايا. البوليس استنتجوا ان هاد الممرضه ماشي ممرضه بصح. السيناريو اللي دارته هو ان هاد السيده كانت دايره مخده تحت الحوايج باش تبان بحال انها مرا حامله، ومرا حامله وكدور في السبيطار، يعني حتى شي واحد ما غادي يرد ليها البال. ملي دخلت الجناح نتاع الولاده بدلات حوايجها باللبسه نتاع الممرضات بلا ما حتى شي واحد يشك فيها، وخدات الطفله زيفاني ورمات هذيك المخده في هذاك الممر وهربات. لكن السؤال اللي غتكونوا طرحتوه حتى نتوما، علاش خطفات البنت؟ واش بغاتها ليها هي ولا بغات تبيعها ولا شي حاجه اخرى؟ عائلة زيفاني كانوا مقتنعين ان اللي خطفات البنت كانت دايره خطه محكمه وجهنميه. خطفتها بلا ما حتى شي واحد يرد ليها البال، وانها ما كانتش باغيه زيفاني بالضبط، كانت باغيه اي بنت. الدليل هو ان داكشي اللي قالت هذيك المراه اللي لقات الممرضه شاده الطفل ديالها. منين دازت يومين ما كاين حتى خيط جديد، ما كاين حتى جديد. سيليست رجعت للدار وهي منهاره. اول فرحه ليها تحولت لكابوس. القضيه ولات حديث كل وسائل الاعلام في جنوب افريقيا، وانتشرت الصوره ديال زيفاني. بعد اسبوع وحده صونات البوليس وقالت لهم ان واحد جارتهم اللي كانت ما حامله ما والو فجاه ولا عندها واحد الطفل كيشبه بزاف لزيفاني. عطاتهم العنوان. البوليس مشاو عند هذيك الجاره فعلا، ولكن لقاو ان الطفل ولد ماشي بنت. داز سنين وما كان حتى خيط يوصلهم لبنتهم. سيليستو مورني زاد عندهم 2 بنات وولد،
ولكن للاسف تفارقوا، ورغم الطلاق بقاو كيحتفلوا بعيد ميلاد بنتهم كل عام وما فقدوش الامل، وتيقولوا بلا غادي يجي شي نهار اللي غادي يلقاو فيه بنتهم. ومن بعد 12 سنه وبالضبط في 2009 وحده صونات لسيليست وقالت ليها انا عارفه فين كاينه بنتك، ولكن خصك تعطيني 70,000 دولار. عطاتها الوقت والبلاصه باش يتلاقاو، وسيليست صونات للبوليس. مشاو في نفس الوقت والبلاصه. البوليس بقاو كيراقبوا غير من بعيد، ولكن سيده ما جاتش. البوليس ما وقفوش حتى هنا، تعقبوا التليفون ولقاو ان اللي عيطات سميتها ليندا دوبليه، وكتسكن قريبه للدار نتاع سيليست. كانت عارفه القصه نتاع زيفاني، وهادشي دارتو غير على قبل الفلوس. ملي مشاو عندها البوليس ما لقاو عندها لا بنت لا والو. تحكم عليها ب3 سنين تحت المراقبه وغرامه ماليه و600 ساعه تقدمها خدمه للمجتمع، انها تقدم خدمات، تنظف الشارع، دير خدمات بدون مقابل. ولكن القصه ديالنا ما سالتش بطبيعه الحال هنا. في 2015 بنت سيليست أمورني اللي سميتها كاسيدي في عمرها 14 سنه اللي تزادت مورا زيفاني كانت كتقرا في السنه الاولى في الثانوي، وفي المدرسه تعرفت على وحده سميتها ميشي سولومون. عندها 17 عام. من اول مره تلاقاو وحسوا براسهم كيعرفوا بعضياتهم شحال هادي، وكانوا متفاهمين وكانوا كيتشابهوا لبعضياتهم بزاف. والاصدقاء اللي تيكونوا معاهم وتيعرفوهم كانوا كيسولوهم كيقولوا لهم واش نتوما خواتات ولا من نفس العائله، وكانوا كيضحكوا وتيقولوا لهم لا. ملي عاودات هادشي كاسيدي لماماها وباباها ووراتهم التصويره ديال السيلفي مع ميشي، منين شافوها تصدموا وقالوا انهم كيتشابهوا بزاف، وشكوا ان هذيك تقدر تكون البنت اللي كيقلبوا عليها هذه سنين. مورني اللي هو الاب ديال كاسيدي قرر يشوف البنت في الواقع. واحد النهار خرجهم وهضروا معاها وارتاحوا ليها بزاف، وزاد الشك ديالهم. ملي جاو للدار طلبوا من بنتهم انها تسولها على التاريخ اللي تزادت فيه، وقالت ليهم تزادت في 30 ابريل 1997. سيليست أمورني ملي عرفوا هذا التاريخ عاودوا مشاو للبوليس. البوليس دار التحريات ديالو وهي فقط بضع اسابيع. ميشي كانت في الحصه نتاع الرياضيات وجاها واحد من الاداره نتاع المدرسه وقال لها تكلم للمدير. ملي مشات لقات 2 اشخاص كيتسناوها، وسولوا ميشي على المستشفى اللي تزادت فيه وعطاتهم الاسم ديالو حيت كانت شافتها في الورقه نتاع الزياده، ولكن في السجلات ما كانش الاسم ديالها. قالوا ليها واش ممكن تعطينا عينه من الADN ديالك. جاتها عاديه وعطاتهم عينه من الADN حيت ما كانش عندها حتى شي شك، وقالت لهم ان مايكل هو الاب ديالي وليفونا هي الام ديالي، وهما كيبغيوني بزاف وعمرهم كذبوا عليا ومربيني مزيان ومهلين فيا وكيعاملوني مزيان. ولكن المفاجاه النتيجه بينات على ان ميشي هي زيفاني نيرس. تخيلوا ان صورة سيلفي كانت السبب في انه يتحل لغز اللي دام لمدة 17 سنة. تخيلوا ان ميشي كانت ساكنة بعيدة فقط من دار والديها الحقيقيين غير ب3 كيلومتر، فمشات جلست 3 شهور في دار الرعاية الاجتماعية حتى تكمل 18 عام. ديك الساعة تقرر واش تسكن بوحدها ولا تسكن مع والديها الحقيقيين. سيليست أمورني فرحوا بزاف انهم واخيرا لقاو بنتهم، وقالوا انهم من اول مره شافوها حسوا انها بنتهم زيفاني اللي شحال هما يقلبوا عليها. البوليس شدوا ليفونا ومايكل وبداو يحققوا معاهم. ميشي ملي عرفت الحقيقه صدمت بزاف وكتسنى غير فوقاش تلاقى بليفونا باش تعرف الحقيقه منها. فاش شدوهم شكوا واش مايكل كان عنده يد في هادشي ولا لا. فاش بداو التحقيق معاهم كان مصدوم بزاف، كان كيقول انه ماشي بنتو، فعلا كيظن ان ماشي بنتو وكان باين عليه انه ما عارف والو. تحقيقات بينت على ان ليفونا فعلا كانت حامله،
ولكن وقع لها اجهاض، فمشات تخطف اي بنت ولا ولد من المستشفى باش تربيه. ولكن ليفونا كانت كتقول انها ما دارت والو، وانها كانت كتعالج من مشكل كان عندها، حيت فوق ما كتحمل كيوقع لها اجهاض. فهي كانت بغات تبنى شي طفل تربيه، وانها ماشي هي اصلا اللي سرقتها، ولكن شي وحده اخرى هي اللي سرقتها. قالت انها فاش كانت كتعالج في شي مركز من المراكز، جات عندها واحد السيده سميتها سيلفيا، اقترحت عليها طفل تبناه، وقالت لها ان امها ما بغاتهاش. وفاش سمعت هاد الشي وافقات وخدتها بلا ما تفكر، عطاتها الطفله في المحطه ديال القطار. البوليس قلب وما لقى حتى شي حاجه من هادشي اللي تتقول، ما كاينه حتى شي وحده سميتها سيلفيا دازت في هذاك المركز. في 2016 تحكم عليها ب10 سنين ديال الحبس. القاضي قال ان ليفونا خطفت زيفاني بلا ما تحس باي ذنب. والغريب ان ميشي واخا عرفت هادشي كامل ما كانت قادره تكره ليفونا، ومشات تزورها في الحبس وقالت ليها الا بغيتي علاقتنا تبقى زوينه خاصك تقولي لي الحقيقه. وهنا ماشي كانت حامله، وبلاصه ما تقول ليها الحقيقه بقات كتعطيها نصائح على الحمل وعلى الحياه. ولكن ليفونا بقات كتقول غادي نقول لك الحقيقه، ولكن ماشي دابا. وكانت مصره وكانت كتقول بانها ما دارت حتى شي حاجه غلط. وفي 2019 ماشي كتبات كتاب على قصتها وسماتو تو مادرز وان دوتر، وهداتو لماماها سيليست ولماماها ليفونا، وقررت تحتفظ بالاسمين، ميشي لانه الاسم اللي تربات به، وزيفاني لانه الاسم الحقيقي ديالها. وقالت انها في الاول كانت كتحقد على والديها الحقيقيين لانهم دخلوا ماماها ليفونا الحبس، ولكن دابا بعد ما ولدات وولات فهمت انهم كانوا باغيين بنتهم ترجع، وان اللي دارت هاد الجريمه خصها تعاقب. ومع ذلك بقات كتقول انا مسامحه ليفونا وباقا كنبغيها، واخا عندها احساس كبير بان ليفونا هي اللي خطفتها فاش كانت صغيره، ولكن للاسف ليفونا حتى اليوم مازال ما اعترفات لحتى شي واحد. سيليست ومورني قالوا انهم ما عمرهم ما غادي يسامحوا ليفونا، حيت حرمتهم من بنتهم 17 عام، وحتى ملي رجعت ليهم بنتهم ما كانتش الحياة سهلة، حيت ماشي لقات صعوبة باش انها تتأقلم معهم، حيت كتحس بان سيليست ومورني غراب عليها، وبقات عايشة مع مايكل اللي مرتبطة به بزاف وعزيز عليها. وهنا تسالات القصه ديالنا. خليو ليا في التعليقات اشنو كظنوا، واش ان ليفونا هي اللي خطفات ميشي ولا ماشي هي.